السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي مقاتلين الصف الثالث الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تبقوا زي القشطة. حبايب قلبي أهلا بيكم في حل أسئلة ال100 سؤال بتوعنا. طبعا احنا راجعنا كل درسين في فيديو، دلوقتي بقى إن شاء الله هنحل عليهم 100 سؤال، ولكن هو مش أي 100 سؤال، دول أسئلة من كتاب التقييمات اللي وصى عليهم الوزير بتاعنا. ومن غير أي مقدمات يلا يا باشا، ده الجزء الأول هنراجع فيه درسين ثورة 1952 ودرس مصر والقضية الفلسطينية، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا. طيب اختر الإجابة الصحيحة. يرى بعض المؤرخين ثورة 52 لها أهمية في المنطقة العربية لعدة أسباب، منها ارتباطها بنقط عربية، أكيد يبقى حركة التحرر في الجزائر. طيب 2. العامل المشترك بين سوء الأوضاع الاجتماعية في مصر كان ثورة 52 واختفاء الحياة الديمقراطية السليمة هو إيه؟ طبعا يا جماعة يبقى الصراع بين الأحزاب. طيب 3. بعد إذاعة البيان الأول لثورة 52 أصبحت جميع قطاعات الجيش المصري تحت سيطرة نقط، طبعا يا جماعة محمد نجيب. 4. يعتبر أول إنجاز قامت به ثورة 52، أول إنجاز هو قانون الإصلاح الزراعي الأول. مستار ليه؟ لأن القانون ده صدر في سبتمبر شهر 9 52، والثورة كانت يوليو شهر 7 52. طيب 5. من إنجازات الثورة السياسية طبعا يا جماعة يبقى تأميم قناة السويس، لأن القضاء على الإقطاع ده اجتماعي، على ساعة العمل للعمال اجتماعي، اما السد العالي دوت اقتصادي، فده وحيد السياسي. طيب 6. من انجازات الثوره في المجال الاقتصادي انشاء السد العالي الذي ادى الى توليد الطاقه يا جماعه الحراريه اللي هو الكهرباء. 7. يعتبر منح المراه حق في الانتخاب والترشح في مجلس الامه من الانجازات في المجال طبعا الاجتماعي. 8. خرجت قرارات فرض الانتداب البريطاني على فلسطين من دولة نقط. فلسطين يا باشا طبعا من دولة ايطاليا، مؤتمر سان ريمو. طيب وافقت هيئة الأمم المتحدة على نقط تقسيم فلسطين، تقسيم الكل، طبعا تقسيم يا جماعة فلسطين. امتنعت نقط عن التصويت على مشروع تقسيم فلسطين، طبعا يا جماعة تبقى بريطانيا اللي امتنعت. 11. خضع قطاع غزة لإشراف مصري بعد حرب نقط. غزة إشراف مصري، حرب فلسطين يا أخوانا. طيب حرب فلسطين ترتب عليها استيلاء إسرائيل على نقط أراضي سيناء بالكامل ولا الضفة الغربية ولا معظم أراضي فلسطين. طيب بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر انسحبت إسرائيل من نقط، إسرائيل من قطاع غزة وسيناء، أما إنجلترا وفرنسا من بورسعيد. 14. استولت إسرائيل على هربة الجولان بعد نقط. هربة الجولان بعد العدوان اللي هو يا جماعة 5 يونيو 67، اللي هو عدوان إسرائيلي. كانت تجربة الوحدة بين مصر وسوريا من نتائج نقط، طبعا دي من نتائج عدوان الثلاثي، صح. طيب إحكام الانحسار الاقتصادي أغلقت مصر طبعا خليج العقبة، الله ينور. طيب صدر قرار مجلس الامن رقم 242 بعد نقط. القرار ده يا جماعه هيبقى بعد عدوان 67 اللي هو الاسرائيلي. طيب 18. نجحت القوات المصريه في هزيمه اسرائيل في معركه راس العش عندما حاولت احتلال مدينه اكيد بور فؤاد. طيب اكمل العبارات الاتيه بما يناسبها. حاصر الانجليز في فبراير 42 قصر عابدين لاجبار نقط على تعيين نقط. مش هكتب بقى عشان ايه هناخد وقت كتير، ولكن اقولها كده على طول يعني، وانا على متصح على السؤال اللي اجاوب عليه. لاجبار طبعا يا جماعه الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس. 2. اذاع نقط البيان الاول للثوره، طبعا ده هيبقى محمد انور السادات، وينفع اقول السادات بس. 3. ساهمت ثوره 52 على المستوى العربي في تحقيق استقلال كل من نقط ونقط. على المستوى العربي عندك 7 دول، هو مش هحط كينيا، كينيا دي افريقيه مش عربيه، مثلا ممكن احط المغرب والجزائر، السودان وتونس، العراق واليمن كده، حط اي 2 انت عايزهم، بس طبعا ما تحطش معاهم كينيا. 4.
عقد مؤتمر نقط باندونيسيا، مؤتمر باندونج. 5. عقدت حكومة ثورة 52 اتفاقية مع نقط لتزويدها بالسلاح، طبعا يا جماعة الاتحاد السوفيتي. 6. ساهمت بريطانيا لتأييد فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، فأصدرت إيه؟ وعد بلفور. أعلنت مصر وكفاء إلى جانب سوريا تطبيقا لاتفاقية نقط، طبعا يا جماعة اتفاقية الدفاع المشترك. طيب، تمكنت البحرية المصرية من تدمير المدمرة الإسرائيلية نقط، المدمرة الإسرائيلية إيلات. تعال نشوف صح أم خطأ. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة من عوامل قيام ثورة 52، هتبقى أيوة صح. طب 2. أدى توقيع مصر معاهدة 1936 إلى جعل مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الأولى، خطأ. خطأ ليه؟ لأن مش الأولى، الثانية. طب 3. وافق الملك فاروق على أن يغادر البلاد قبل الموعد المحدد له من قيادة الثورة، أيوة، لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه بالإضافة لتخلي الإنجليز عنه. ألغت ثورة 52 دستور 23 كمحلة أحزاب السياسية، صح. 5. تم توقيع اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن مصر، طبعا يا جماعة أيوة توقعت. مجانية التعليم من الإنجازات الاقتصادية، إنجاز اقتصادي، طبعا يا جماعة خطأ، مفروض اجتماعي. حصلت المرأة على حق الانتخاب والترشح مجلس الأمة، أيوة اللي هو النواب حاليا. ساندت مصر بعض الدول الأفريقية في نيل الاستقلال مثل اليمن، لا هنا بقى أقول كينيا مش اليمن، تمام. نخش على صوب. أذيع البيان الأول لثورة 52 من الإذاعة المصرية باسم نقط، طبعا يا جماعة مش جمال عبد الناصر، أمال باسم مين بقى يا باشا؟ باسم سيادة اللواء اللي اسمه إيه يا باشا؟ اللي اسمه محمد نجيب. محمد إيه؟ نجيب. طيب، من إنجازات الثورة في المجال نقط إلغاء الملكية، طبعا مش اقتصادي، أمال إيه؟ السياسي. أعطى مؤتمر نقط لبريطانيا حق يدعو على فلسطين، طبعا يا جماعة سان ريمو، تمام. طيب، تحققت أول تجربة للوحدة العربية بين مصر ونقط، بين مصر طبعا وسوريا. ارتكب اليهود في فلسطين مذبحة بشعة، مذبحة طبعا للأسف اسمها دير ياسين. طيب، تعرف المرحلة الأولى من إعادة بناء قوة مسلحة يا جماعة بنقط، طبعا قلنا الصمود والتصدي. اكتب الصراحة التاريخي. مجموعة من ضباط الجيش المصري يا جماعة، طبعا من غير ما أكمل، أكيد ما فيش غيرها، الضباط الأحرار. طيب، معاهدة جعلت مصر ميدان لمعركة الحرب العالمية، دي هتبقى معاهدة 1936. قانون أصدرته ثورة 52 لتحديد ملكية الأرض الزراعية، دي يا جماعة قانون الإصلاح الزراعي. طيب، عدم الانضمام للقطبين الشرقية والغربية ده هيبقى اسمه عدم الانحياز. طيب، 6. إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ قام بتأسيس تنظيم الضباط الأحرار، طبعا ده جمال عبد الناصر. تولى رئاسة الحكومة المصرية في 42، ده هيبقى مصطفى النحاس. مصطفى النحاس باشا. أذاع أول بيان للثورة، طبعا يا جماعة ده السادات. طيب، تولى منصب رئيس الجمهورية، ده محمد نجيب. أصدر تصريحات تعارض في بريطانيا بإنشاء قوم اليهود، ده بلفور، المعلم بلف. قدم مبادرة عرفت باسمه، ده روجرز. طب، تولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء، ده عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض. طيب، بما تفسر، سؤال جميل وحلو الطلاب بتحبه. طيب، اكتساب ثورة 52 أهمية كبيرة في المنطقة العربية والعالم كله، ليه بقى؟
بسبب ما قامت به من مساعدة الدول العربية في نيل استقلالها مثل الجزائر، لأنها قامت بمساعدة الدول العربية في نيل استقلالها مثل الجزائر. طيب، قيام بعض ضباط الجيش المصري بتأسيس تنظيم الضباط الأحرار للقضاء على الفساد الملكي والاستعمار البريطاني. للقضاء على الفساد الملكي والاستعمار البريطاني. قيام ثورة 52. 6 حاجات هقولهم بس من غير ما اشرحهم. في الامتحان اقول ال6 يا مستر؟ لا، 3 بس. 1. استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون حكم مصر. 2. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48. 3. فساد النظام الملكي. 4. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. 5. سوء الأحوال الاقتصادية. 6. تدهور الأحوال الاجتماعية. 4. سقوط الادعاءات المزيفة باستقلال مصر عقب حادثة 42. ليه بقى؟ بسبب قيام بريطانيا بمحاصرة قصر عابدين وإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. تاني، بسبب قيام بريطانيا بحصار قصر عابدين لإجبار الملك فاروق على تعيين مين؟ مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. طيب، عجز الأحزاب السياسية عن التعبير عن إرادة الشعب المصري ومطالبه كثورة 52 بسبب فساد الأحزاب وتسارعها مع بعضها من أجل الوصول إلى السلطة أو الحكم. طيب، مغادرة الملك فاروق هو وأسرته لمصر، أسرته يعني من مصر يعني. ليه بقى؟ لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه بالإضافة إلى تخلي الإنجليز عنه. طيب، 7. صدور قانون الإصلاح الزراعي. هنا أقول إيه بقى؟ للقضاء على الإقطاع وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد ملكية الأرض الزراعية ب50 فدان. وكمل وأقول وهذا زاد من تملك فلاحين الأرض الزراعية. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48 بسبب إيه بقى؟ دعم كل من ولايات متحدة أمريكية وبريطانيا لإسرائيل، وعدم استعداد الجيش المصري والعربي عسكريا للحرب. فلسطين لها أهمية خاصة. ده مفيش طالب في الجمهورية مش حافظ السؤال ده. ليه بقى؟ لأن هو سهل وجميل. طيب، فلسطين لها مكانة خاصة في قلب العربي. 1. ولد فيها السيد المسيح عيسى عليه السلام. 2. أسر إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 3. بها المسجد الأقصى. أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. طيب، دخول الجيوش العربية حرب فلسطين يا جماعة لنصرة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة حكومة وطنية على أرضه. طيب، العدوان الثلاثي على مصر. هقول كل دولة وحجتها. يعني مثلا بريطانيا بسبب إيه بقى؟ بسبب أول حاجة تأميم مصر قناة السويس. فرنسا بسبب مساعدة مصر حركات التحرر في الجزائر. إسرائيل بسبب عقد مصر صفقة الأسلحة الشرعية مع الاتحاد السوفيتي. فشل العدوان الثلاثي. 5 حاجات في الامتحان على الأقل، 3 بس. أول حاجة بسبب إيه يا شباب؟ المقاومة الباسلة من الجيش والشعب. 2. وقوف الشعوب العربية إلى جانب مصر. 3. تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لوقف العدوان. 4. تنديد الأمم المتحدة بالعدوان. 5. رفض الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة في حل النزاعات. طيب، تعال نشوف بقى السؤال نتائج مترتبة على قيام ثورة 52 بالنسبة للمجال السياسي. هنقول قامت بين إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وأصبح محمد نجيب هو أول رئيس للجمهورية، وتم حل الأحزاب السياسية. وبرضه ممكن نقول إلغاء دستور 1923، وممكن نقول تأميم قناة السويس وتوقيع اتفاقية الجلاء اللي أنت عايز تقوله. طيب، هي النتائج مترتبة على إنشاء السد العالي أدى إلى حماية مصر خطر الفيضان وتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. طيب، إصدار قانون الإصلاح الزراعي أدى يا باشا إلى القضاء على الإقطاع وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد ملكية الأرض ب50 فدان للفرد، وهذا زاد من تملك الفلاحين الأرض الزراعية. طيب، قيام ثورة 52 بالنسبة لمجال التجارة. تم فتح أسواق خارجية جديدة لتسويق المنتجات المصرية. ماشي، وهنقول تمصير البنوك والشركات في مصر. طيب، 5. اهتمت ثورة 52 بالمرأة المصرية حيث أو بسبب أو أدى إلى
اصبح للمراه الحق في الانتخاب والترشح في مجلس الامه. طيب وضع فلسطين تحت الانضمام البريطاني ادى عام 1920 ادى لايه بقى؟ اتنين السماح يا جماعه، اللي هو تنفيذ وعد بلفور. واحد، سماح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين. اتنين، السماح بانتقال ملكية الأرض من عرب فلسطين إلى اليهود عن طريق شرائها. طيب قرار تقسيم فلسطين، رفض العرب مشروع تقسيم فلسطين، وافق اليهود وارتكبوا مذبحة دير ياسين، وامتنعت بريطانيا عن التصويت على قرار تقسيم فلسطين. طيب امال هزيمه العرب في حرب فلسطين ادى الى استيلاء اليهود على جميع اراضي فلسطين ما عدا الضفه الغربيه، كانت يا جماعه بها قوات اردنيه، قطاع غزه تحت اداره مصريه، القدس تم تقسيمها بين العرب واليهود. العدوان الثلاثي على مصر نتائجه يا باشا ايه بقى؟ نتائجه طبعا ان هو زي ما قلنا ان هو ايه فشل، ولكن هنا ما قالكش نتائج الفشل. شفت بقى نتائج الايه؟ العدوان، بس احنا نقولها وخلاص اللي هي نتائج الفشل يعني. اول حاجه انسحبت كلا من بريطانيا وفرنسا من بورسعيد، انسحبت اسرائيل من قطاع غزه وسيناء، واسرائيل من قطاع غزه وسيناء، معلش اقول تاني، يبقى انسحبت اسرائيل من قطاع غزه وسيناء وبريطانيا وفرنسا من بورسعيد، وتم وضع قوات طوارئ دوليه بين الدولتين. واخر حاجه ممكن نقولها ادراك الدول العربيه مدى الخطر الاسرائيلي واطماعه في السيطره على العالم العربي، فكانت واحده من دولتين مصر وسوريا. ماذا يحدث اذا لم يقم لو لم تقم ثوره 52 بانجاز مشروع سد العالي؟ كل اللي احنا قلناه حط قبله عدم او لم يتم تخزين المياه، لم يتم حمايه مصر من خطر الفيضان او توليد الطاقه الكهربائيه. لم تقم ثوره 52 باصدار قانون الاصلاح الزراعي، لم يتم القضاء على الاقطاع او تحديد ملكيه الارض الزراعيه ب 50 فدان. لم تقم بريطانيا باصدار تصريح بلفور عام 1917. لم يتم تنفيذ وعد بلفور اللي هو او لم يتم تهجير يعني اليهود من جميع انحاء العالم الى فلسطين، ولم يتم يا جماعه السماح بانتقال ملكيه الارض من عرب فلسطين اليهود عن طريق شرائها. يعني وعد بلفور هنقول بقى قبله ايه؟ عدم او لم تساند مصر حركات التحرر في الجزائر، هنقول لم تشارك فرنسا في العدوان الثلاثي. طيب ما العلاقه بين كل من حرب فلسطين وثورة 52؟ نقول من أسباب قيام ثورة 52 هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48. طيب إيه العلاقة بين ثورة 52 واحتكار السلاح العالمي؟ هنقول من إنجازات الثورة في المجال العربي والدولي كسر احتكار السلاح العالمي عن طريق صفقة الأسلحة الشرعية. طيب ثورة 52 وعدم الانحياز. نقول إيه بقى؟ من إنجازات ثورة 52 هي قيادة الثورة بإطلاق حركة عدم الانحياز أو تأسيس حركة عدم الانحياز يعني. 4 التحرر الوطني في الجزائر والعدوان الثلاثي على مصر. ده سؤال جميل جدا يا جماعة. نقول إيه بقى؟ بسبب مساعدة مصر حركات التحرر في الجزائر أدى إلى اشتراك فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر. طيب حرب الاستنزاف ومبادرة روجرز. نقول إيه بقى؟ نقول بسبب حرب الاستنزاف تدخل روجرز بمبادرة لوقف إطلاق النار وحل النزاع سلميا. طيب أيد بالأدلة التاريخية، يعني اثبت. آراء المؤرخين كانت مختلفة يا جماعة في ثورة 52. السؤال ده يعني هو مش بنشوفه كتير، بس هو يعني إيه نقوله وخلاص. آراء المؤرخين يا جماعة عندنا 2 فريقين. الفريق الأول يرى أن هذه الثورة لها أهمية كبيرة لما تركته من آثار يعني نتائج على أغلب الحركات التحررية في الوطن العربي بشكل خاص، وبشكل عام لما أسهم به قيادة الثورة من تأسيس حركات دولية زي حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. الفريق الثاني يرى أن هذه الثورة لم تبدأ منذ تأسيس تنظيم الضباط الأحرار أو عندما سيطروا على الإذاعة المصرية ومقرات الجيش، وإنما هذه الثورة هي مكمل لنضال طويل للشعب المصري ضد كل من الفساد الملكي والاستعمار البريطاني. يبدأ من الثورة العرابية إلى ثورة 1919 إلى قيام يا جماعة ثورة 1952.
سؤال كبير جدا، بس يعني ما اعتقدش يجي في الامتحان، ممكن يجي اكمل اختر حاجات زي كده. قارن بين موقف العرب وموقف بريطانيا من قرار تقسيم فلسطين. قلنا يا جماعه ان العرب رفضوا، ان لكن موقف بريطانيا طبعا امتنعت عن التصويت على قرار تقسيم فلسطين وانسحبت من فلسطين يوم 14 مايو 1948. طيب قرار مجلس الامن 242 ومعاهده السلام، هنقول يا باشا ايه بقى؟ ان تم تنفيذ قرار مجلس الامن 242 اثناء معاهده السلام، او من بنود معاهده السلام هو التطبيق الكامل لقرارات مجلس الامن رقم 242. دي صح ودي صح. عدوان الثلاثي على مصر وعدوان 5 يونيو 67 لاسباب والنتائج. الاسباب قلناها من شويه. على عدوان ثلاثي كل دوله وحجتها، تمام؟ بريطانيا ليه، فرنسا ليه، واسرائيل ليه. عدوان 5 يونيو ده ما قلناهوش، انا اقوله بقى. بسبب رغبه اسرائيل في القضاء على قوه مصر، وبالاخص بعد فشل العدوان الثلاثي. طيب نتائج عدوان الثلاثي قلناها برضو، لكن 5 يونيو دي ما قلناهاش. نتائجها ايه بقى؟ استيلاء اسرائيل على 5 حاجات: 1 قطاع غزه، 2 القدس العربيه، 3 الضفه الغربيه لنهر الاردن، 4 هربة الجولان بسوريا، 5 شبه جزيره سيناء. كده حليت معاك يا باشا الاسئله كلها كامله مكمله. اشوفكم ان شاء الله في الجزء الثاني، ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.